في اخر الكلام بس عايز افكر حضراتكم في المشروع اللي عشان ناس كتير بعدها بتقول إيه هو المشروع ايه واحنا عايزين ندفع فلوس. المشروع اللي هو انا جالي من الجاليه المصريه في نابولي في ايطاليا، قالوا يعني يا ريت يبقى اسم الشركه انا مصري، والحقيقه انا كلمت الاخ خالد الشافعي واسم الشركه هيبقى انا مصري، الشركه اللي بتتعمل. انا عايز اقول لحضراتكم احنا الفكره كلها احنا كنا بنقول هنعمل شركه مساهمه باكتتاب شعبي عشان تبقى نواه ان احنا نعمل مشروعات استثمار الشعبي اللي يملكها مش حد تاني، والفكره تبقى في متناولنا كلنا. بنقول ان كل واحد لو اشترى 10 اسهم ب 100 جنيه، ال 100 جنيه في متناول اي حد، بس ال 100 جنيه مع 100 جنيه مع 100 جنيه مع من ملايين، لو 40 مليون اشترك بنعمل 4 مليار، نقدر نعمل 10 15 مصنع، نوفر فرص عمل وكلام من غير ما نرهق حد، وهو يبقى الدور بتاعنا ده. وعشان احنا مش عايزين حاجه من حد، لا عايزين من البنك الدولي اللي عمال بيفرض شروط تعجيزيه علينا، ولا عايزين حاجه من الانظمه العربيه اللي هي فرض شروط اقصى وبتنفذ اوامر اقصى من الامريكان ومن اليهود. مش عايزين حاجه من حد. ربنا يبارك لهم في فلوسهم في بترولهم، وربنا يسعدهم بفلوسهم ويصرفوها بعزائها هم زي ما هم عايزين في الفانيلات اللي بيشتروها وبيدفعوا فيها ملايين اليوروهات، والفانيلات اللي بيشتروها، وفي التبرع لجنيه الحيوانات، وبالطبع في انجلترا الحيوانات صعبوا عليهم في انجلترا، ما صعبش عليهم اطفال غزه. شوف الانفصال، شوف الحاجات اللي تجيب هرشه في الدماغ. تبرع الباشا البعوات مش عارف كان مبلغ قد كده، يعني كانوا صرفوه في غزه كان يمكن انقذ فلسطين قد كده. المهم ما علينا، احنا مش عايزين حاجه من حد لان مصر غنيه بشعبها، احنا مش عايزين حد، ومصر غنيه بشعبها، والشركه هتبقى اسمها انا مصري. فور الانتهاء من تاسيس الشركه سيتم الاعلان على ازاي الدفع هيبقى ازاي وعلى انهي بنوك ويتعمل ازاي والنظام ده كله. هو دلوقتي جاري تاسيس الشركه والاجراءات الورقيه بتاعتها بتاخد اسبوعين، فات منهم 3 ايام او 4 ايام. باذن الله احنا قدامنا 10 ايام ان شاء الله، ويكون قدامنا كيان رسمي عشان المساله تمشي في هذا الكيان الرسمي. واذا كان حد من حضراتكم له يقدر يقدم، لان انا بتصور ان مجلس اداره الشركه دي يجب ان يكون ناس تيجي تخش تساهم وتبقى موجوده، بس يبقى من ناس متخصصين، وبعيدا عن الاسماء اللي احنا عارفينها دي، يبقى ناس متخصصين من الشباب المتخصص كل في مجاله، بحيث ان يبقى عندنا مجموعه متخصصين يتعمل منهم مجلس اداره هذه الشركه، واللي عنده حد يقدر يرشحه يبقى يبعت لنا عليه في هذا الموضوع. ممكن يا ست النظره تطلعي فاصل بقى.